هذه الثورة إلى ساحة من جرائم الحرب. واضح أنه يضحي الآن بالشعب الليبي وبإمكانه أن يحول ليبيا إلى ساحة محروقة من أجل جنون العظمة ومن أجل الحفاظ على سلطته ونفوذه. واضح أنه فقد الصلة مع الواقع. واضح أن الشعب الليبي البطل مصر على الصمود، مصر على إسقاط هذا النظام السفاح. الآن المطلوب من العالم محاصرة ليبيا لإسقاط هذا المجرم الحرب، بقليل أيضا من العقلية، لأن هنالك بعض القرارات التي قد تضر بالحصار، قد يكون هنالك ضرر للشعب الليبي، إلا أن مجلس الأمن عليه أن يكون واضحا في قراراته. مجلس القمة العربية الذي كان منذ وقت قليل القذافي رئيسا لها من المفروض أن تكون واضحة في قراراتها. جامعة الدول العربية من المفروض أن تقول أنها أسقطت العقيد القذافي قبل أن يسقطه الشعب الليبي، لكننا نحن ليس مصممون، بل يعني نحن مؤمنون ومقتنعون أن الشعب الليبي سيسقط هذا النظام بالرغم من سقوط الآلاف من القتلى. كل يوم يمر يعني هو يوم أسود نتيجة لأنه يسقط فيه ضحايا. نحن نريد انتصار الثورة بأسرع وقت للحفاظ على دم الشعب الليبي الذكي. لا أستطيع أن أنكر أن هنالك امتعاض عندما أرى صورتي شخصيا، لكن الرسالة السياسية كانت واضحة. نحن لم نذهب لبحث الأمور الداخلية الليبية، نحن دعينا من قبل القذافي كرئيس للقمة العربية. رسالتنا السياسية كانت واضحة. نحن نريد توجيه هذه الرسالة للعالم العربي أننا جزء من العالم العربي. نحن نريد توجيه رسالة لإسرائيل أننا لسنا شأنا إسرائيليا داخليا، وبالتالي هذه الرسالة رسالة التواصل، رسالة التواصل مع العالم العربي من أجل استيعاب طلاب فلسطينيين في جامعات العالم العربي. هل يوجد أحد يرفض هذه الرسالة؟ هل يوجد أحد يرفض التواصل وفتح أبواب العالم العربي الثقافي والتجاري أمام الفلسطينيين داخل إسرائيل؟ هل يوجد أحد يرفض أن يميز العالم العربي بين التواصل معنا وبين التطبيع مع إسرائيليين؟ هذه رسائل سياسية لا علاقة لها ولا تقصد عن الشعوب العربية، لأنها رسائل تتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي. لكن من عليه أن يطالبنا بعدم النفاق في المنطقة العربية. هذا هي النقطة. عليه ليس أن يطالبنا بعدم التواصل، هذا مطلب غبي عدم التواصل. نحن لا نريد أن نحصر أنفسنا داخل إسرائيل. من يريد أن يطالبنا فليطالب القيادة العربية بعدم النفاق، بعدم التملق، بعدم الرياء. وكانت هنالك خطابات صافية من الرياء والنفاق في ليبيا، أنا شخصيا كتبت عنها بعد قيامنا بالزيارة. ما في حاجة لأي سلاح يا قذافي يا سفاح. ما في حاجة لأي سلاح يا قذافي يا سفاح. ما في حاجة لأي سلاح يا قذافي يا سفاح. ما في حاجة لأي سلاح يا قذافي يا سفاح. ثائر ثائر ليبي ثائر حتى يضحي أي غائر. رايح نجيب عنهم خلكم يسمع. عالناس خلكم يسمع. داعي تعلم وإما مماتا يغيظ العدا. يا اخوان انتوا ردوا الضاوي. يلا ضاوي يا شعب العربي، يا شعب العربي، يا شعب المصري، يا شعب التوني، يا شعب اليمني، يا شعب العراق، شعب لبنان، شعب الجزائر.
شعبك بدولار. يا قذافي يا غدار بيع شعبك بدولار. بن علي يا غدار بيع شعبك بدولار. بن علي يا غدار بيع شعبك بالدولار. يا اللي بتسألني شو صار، يا اللي بتسألني شو صار، شعب اللي بيهبوا طار، شعب اللي بيهبوا طار. يا اللي بتسألني شو صار، يا اللي بتسألني شو صار، شعب اللي بيهبوا طار، شعب اللي بيهبوا طار. واللي بيستشهد منهم، واللي بيستشهد منهم، من دمه بيعطيني حجار، من دمه بيعطيني حجار. بنغازي حرة حرة، القذافي يطلع برا. بنغازي حرة